مهم انا نفسي مش قادر اجزم بيه هل هو حقيقي ام غير حقيقي، هل هو بالفعل الخبر صح ولا غلط، لان انا يعني ما بحبش اقول اخبار من غير ما يبقى لها سند. ازمه غير معلنه بين مفاجاه، الزمالك لا يعرف يوم وشهر انشائه. ده طبعا موضوع في منتهى الخطوره، هل دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ في نادي او في حد ما يعرفش يوم وشهر انشائه؟ ما اعتقدش. واخد بال حضرتك؟ كان اسمه ايه ساعتها؟ ده مختلط برضه. المختلط برضه اتنقل مرتين، المختلط دار القضاء، مشي من دار القضاء راح مسرح البالون باسم المختلط. وبعدين اتغير من سنه 42 من مختلط لفاروق سنه 42 في مسرح البالون برضه. تمام. وبعدين اتنقل للموقف الحالي حضرتك بعد 52 كان 59 وبعدين ولا قيمة له. فوجئت يا استاذ الفاضل، انا اعلنت ان انا يوم الخميس الساعه 8 رايح، انا مقدم اوراق ترشيحي في الميعاد. المحضر انضرب، النيابه العامه بتحقق بقالها اسبوعين لم يتم القبض ولا على بلطجي، برغم تم تقديم CD ومجموعه من الصور، وبيقلعوا الراجل البنطلون والكلوت بتاعه قدام النادي. محدش اتحرك لان ممدوح عباس اشترى النادي. دي فضيحة. 6 اقسم بالله يقدموا استقالتهم بأدب. احنا عايزين ناس مش كراسي. زملكاوي ما تخيلش ابدا ان يوم من الايام ان الاهلي يكسبنا 6. قصدي عمرك عيطت بعد ماتش من الإحساس بالإخفاق أو بالهزيمة أو إن أنت خذلت الناس؟ كان ماتش بتاع الأهلي 6-1. الماتش ده تعبت قوي يعني، كلنا تعبنا مش انا لوحدي يعني، كل الزملكاويه يعني. دي أتقل هزيمة عشتها؟ طبعا 6-1.
عند حسام حسن مشكله. والله حضرتك دفاع الافريقي ما سابش حسام في حاله ابدا. هينزل شريف اشرف وهيطلع مش عارف صدقني مش عارف والله العظيم ما عارف. يعني انا مش اروح ازاي والله العظيم ما مش عارف اروح. انا هروح عند والدتي عشان ما اروحش لبيتي عشان انا عارف ان في ناس مستنياني دلوقتي. استغفر الله العظيم ده محل حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحرمهم من الزمالك وعايزين يشجعوا الزمالك. الله يحرمهم من الزمالك وعايزين يشجعوا الزمالك. يعني تخيل ان هذا الفريق وهذا المدير الفني وصل جمهور نادي الزمالك اللي بيلبس ابيض بقى بيلبس اسود. والنهارده اهو ليله سوداء في نادي الزمالك في اول يوم العيد. رأينا محمود سعد جايب قريبه واحمد غانم سلطان ومالوش في الكوره. مسخره وقله ادب. طول ما في مجاملات وما بنراعيش ربنا وما بنراعيش ال 30,000 اللي جايين من الساعه 5 العصر وحسبي الله ونعم الوكيل. حطوا ده الله يخرب بيوتكم. حطوا ده الله يخرب بيوتكم. ده كفايه حرق الدم اللي احنا فيها. هو مفيش ود وتعاون بين اللعيبه بعضها خالص نهائيا. بيصرحوا جميع اللعيبه اللي بتلعب على راسهم اجوجو ويطلعوا الناشئين. منهم 2 ناشئين قاعدين في المدرج اهم جايبينهم. بيعملوا فيهم ايه؟ يصعدوا يرموا جمال حمزه ويرموا شيكابالا واجوجو وكل اللعيبه اللي جايبينهم بالملايين دول يمشوهم وعلى راسهم اجوجو الخمورجي اللي بيسكر بالليل وعلى راسهم اجوجو الخمورجي اللي بيسكر بالليل. نكت على الزملكاويه. بيكتبوا ايه؟ نكت على الزملكاويه. واحد يقول لك مره واحد زملكاوي جاي يتجوز واحده قلت له كنت متجوزها قبل كده انها وانا طول عمري التاني. نكت يعني ايه حتى في الجوائز القوميه بيبقى هناك نكت على ناس من اللعيبه. مثلا اللعيب اللي مش عاجبه الزمالك في 60,000 سلامه. صح؟ اللي يلعب في نادي الزمالك اهلا وسهلا بيه. يقول لك عايز يروح نادي الاهلي هيروح نادي الاهلي هيتأدب وهياخد بالجزمه وهياخد فلوس اقل وهياخد بالجزمه. فالموضوع بقى صعب جدا. اللي احنا عملناه والقاعده العريضه من الجماهير اللي تعبنا فيها انا وابراهيم وحسن شحاته وفاروق جعفر وطه بسري وحمد امام وعلي خليل والناس ديت. امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه. انا كنت اول امبارح في المدرسه بدعو كده الندوه مع طلاب صغيرين في السن. فسالت مين اهلاوي. كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد. مين اهلاوي؟ حوالي 38 رفعوا ايديهم. فاضل 2. طب بقول مين زملكاوي؟ واحد رفع الثاني ما رفعش. بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. يا نهار ابيض تقيله دي يا كابتن. وبعدين بص بقى 38 من 2 تقيله قوي كمان. الجيل طالع كله خلاص واضح ان الزمالك الجيل ده ناوي يخليه ينقرض. ناوي منا من ربنا بن شوبير ان في عرض النبي شوف النحل في الزمالك
شوف لنا حل في الزمالك. يا كابتن شوبير. ده وليد، ده انت صوتك حزين جدا يا وليد. اتقطع يا كابتن شوبير. اتقطع يا كابتن شوبير. يا اخي انت اشعرت لي جسمي والله. اتقطع يا كابتن شوبير. والله انت اشعرت لي جسمي يعني ده يعني بس حد من اللعيبه يعني يا اخي دموعك غاليه. اتقطع يا كابتن شوبير. يعني مش عارف اقول لك. السلام عليكم. السلام عليكم. مش عارف انا بصراحه، انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. يعني فرقه كبيره، يعني فرقه لا كان بنقول النادي الاهلي والزمالك، لا الزمالك والاهلي الكره المصريه. انا زعلان، انا يعني اقول ابطل كوره ولا اقول يعني امشي، اقول انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. حظ وحش، فاهم ازاي؟ شويه نقول حكام، شويه نقول مش عارف ايه. الزمالك الان بيقوم بفضيحه. هنعمل حلقه كامله الحقيقه يوم الثلاث او الاربع عن قصه ناديك يناديك، على فضيحه نادي الزمالك، لان تحصل على باب الجوامع لما يكون حد عايز صدقه لحاجه، لكن ما ينفعش نادي بقيمه نادي الزمالك يعمل حمله يقول لك تبرع ولو بجنيه نادي الزمالك. يعني نقول نادي الزمالك للسرطان مثلا، نادي بيشحت في فلوس، اكيد مفيش اي راعي ممكن يقبل ان هو يرعى نادي بهذه الصوره. ست أندية الإنجليز، الجزيرة وسبورتنج وهليوبلس، واتأسست بعد كده أندية الخواجات اللي هم أعداء الإنجليز في مصر، الفرنساويين والبلجيك زي الزمالك واليهود واليونانيين والطوائف. سنة من العار، قضايا واختلاس، سرقة من كل الناس. مرتضى لما قام على غسيل الأموال، بلجيكي اللي بناه، تركي اللي سماه، للإنجليز مكان ضاع